السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة كروشيه ستايل. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض بوك من الكروشيه أو بورتفيه أو شنطة صغيرة كروس أو كتف زي ما تحبي تعملي لها الحزام بتاعها. خفيفة جدا في أي مشوار، ينفع تمسكيها في إيدك أو تعلقيها على كتفك. الخيط المستخدم معايا هو خيط مكرمية مصري، خيط متوسط السمك زي ما انت شايفة أقرب إلى السماكة. إبرة رقم 4.5 ستانلس. هستخدم الخيط والإبرة ومعايا الولاعة طبعا لازم، وإبرة التنظيف، ومعايا السوستة. دي الحاجات اللي هنستخدمها كلها في المحفظة اللي هنعملها. هبدأ معاكي، أنا أصلا قص أول الخيط بالولاعة زي ما متعودين. هبدأ أعمل عقدة البداية. هشتغل 23 سلسلة زائد سلسلة ارتفاع. طبعا عايزة تكبريها، هتكبري عدد السلاسل، لان عدد السلاسل اللي بنشتغله في الاول هو المتحكم في حجم الشنطة او المحفظة او البورتفيه اللي بتعمليه. عايزة تعملي 22 سلسلة، عاوزة تعملي 20 سلسلة لو حابة المحفظة اصغر من اللي انا عاملاها. اشتغلت 23 سلسلة وكمان اشتغلت سلسلة ارتفاع، يعني اشتغلت 24 سلسلة. دلوقتي هعمل ايه؟ هلف السلسلة اللي انا اشتغلتها دي وهشتغل في ظهر الحلقات. هشتغل غرز حشو عادية على 23 سلسلة. بسيب اول سلسلة بسيبها لان دي قلنا سلسلة الارتفاع ما نجيش جنبها خالص. هشتغل يعني 23 غرزة حشو. غرز الحشو اللي بنشتغلها هتبقى في ظهر السلسلة، وعشان تديني الشكل ده وده يبقى الشكل بتاعها منضبط. غرزة حشو زي ما انت شايفة. دلوقتي هرتفع سلسلة برضو وهلف الشغل وهشتغل غرز حشو، غرزة حشو في اول غرزة عندي. طبعا بسيب سلسلة الارتفاع زي ما قلنا وبشتغل في اول غرزة حشو تحت الحلقتين. بشتغل تحت الحلقتين مش تحت حلقة واحدة، وبشتغل غرز حشو عادية في كل الحلقة في كل الغرز. هكمل غرز حشو عادية 23 غرزة حشو عندي، هشتغلهم كلهم بغرز الحشو العادية، وهشتغل 25 سطر. هشتغل 25 سطر ارتفاع على 23 غرزة حشو اللي انا عملتهم. هكمل 25 سطر وارجع. اشتغلت 25 سطر على 23 غرزة حشو. هشوف دلوقتي مقاس العرض بتاعهم 21 سنتي. 21 سنتي عرض، والطول مش هيفرق كتير لانه مش مزودين قوي. 22 سنتي تقريبا، يعني مش مكتملين برضو. يبقى العرض بتاعي 21 سنتي، الطول بقى هيبقى 22 سنتي. دلوقتي كنت عايزة ازود الارتفاع بتاع البوك بتاعي لفوق شوية. هشتغل كمان سطر، يعني هيبقى عندي 26 سطر، لان انا هقفل المحفظة كده، فعايزاها يعني يبقى الارتفاع ده هيبقى حلو شوية. فهزود كمان سطر. هرتفع سلسلة وهلف الشغل وهشتغل غرز حشو في كل الغرز. اشتغلت خلاص السطر 26، عشان لما اطبق الشغل بتاعي هيبقى قد كده، يعني هيبقى تقريبا اقول لكم كام سنتي بالظبط لما هطبقه. هيبقى يعني 11 سنتي.
11 سم حلوين قوي عشان تحط فيه الحاجات اللي انت عايزاها، لان لسه هعمل له قطع هنا هنحطها زي جيب من بره، تبقى غرزه مختلفه عن غرزه الحشو اللي احنا عاملينها دلوقتي. الاول هاخد سلسله كده وهسحب وهسيب خيط، هسيب يعني حوالي متر او متر ونص بس عشان اخيط الجناب. انا مش هعمل برواز للقطعه دي ولا حاجه، لان العرض بتاعها مناسب قوي بالنسبه لي. عايزه تعملي لها عرض برواز، يعني ممكن تقللي الغرز غرزتين، يعني بدل ما تعملي 23 سلسله تبداي ب20 سلسله او تبداي ب21 سلسله، هيديكي عرض لغايه هنا. تعملي البرواز اللي انت عايزاه يديكي العرض اللي يناسبك. خلاص، فاحنا قلنا في الاول ان عدد السلاسل هو المتحكم في العرض او في الحجم بتاع البورتفيه اللي انت هتبدايه، او في الشنطه او في المحفظه او ايا كان الشغل اللي انت هتشتغليه. خلاص، هنسيب ده دلوقتي، بس هشد الخيط عشان ما يفكش، وهنسيب القطعه دي كده وهنركنها دلوقتي. الشكل عايزه تغيري اللون بتاع الجيب براحتك، بس هنشتغل بنفس اللون افضل بكتير ونفس الحجم طبعا. هشتغل عدد 10 سلاسل. اشتغلت 10 سلاسل واشتغلت كمان سلسلة ارتفاع 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، والسلسلة 11 هي سلسلة الارتفاع. هقلب السلسلة دي وهشتغل على الظهر بتاع الحلقات. هشتغل اول السطر هيبقى غرز حشو عادية من 10 غرز حشو فوق ال10 سلاسل اللي انا مشتغلاها. طبعا احنا بنبدأ بظهر السلسلة عشان الشكل الجمالي بتاعها بيبقى حلو جدا غير ما تبدأي بالجنب. عملت غرز الحشو العادية في اول سطر. دلوقتي هاخد طرف الخيط ده وهشتغل عليه سلسلة الارتفاع وهبدأ اعمل غرزه. هدخل تحت اول غرزة حشو، هسحب الخيط وهطلع، هخليه زي ما هو على الابرة مش هطلع منه. هخش كمان تحت الغرزة اللي بعدها وزي ما هو هسحب من تحت اول لفة معايا، وبعدين هلف الخيط على الابرة واطلع من الحلقتين. الغرزة اللي بعدها هدخل تحت الغرزة اللي سحبت منها الخيط وطلعت من تحت الغرزة اللي قبلها، هسحب خيط وهيفضل معايا، وهسحب كمان خيط من الغرزة اللي بعدها وهدخل هنا. شايفين بقى معايا حلقتين، هطلع من الحلقتين اللي معايا. اللي بعدها بندخل تحت نفس الغرزة اللي سحبنا من تحتها الخيط برضو، ما نسيبهاش، لان لو سبتيها يبقى عندك تناقص في السلاسل، الشغل مش هيبقى مظبوط. هندخل هنا كمان ونسحب خيط واسحبه من تحت اللفة اللي على الابرة، واسحب خيط واطلع من تحت اللفتين اللي معاه تاني. منساش الغرزة دي اللي احنا اصلا واخدين منها خيط برضو، هندخل تحتها تاني ونسحب خيط، وبعدين هدخل تحت اللي بعدها هسحب كمان من اللفة اللي على الابرة بقى معايا حلقتين، هسحب خيط من تحت الحلقتين، هدخل كمان تاني هنا وهسحب الخيط وكمان تحت السلسلة الغرزة اللي بعدها، وهسحب الخيط، هيبقى معايا حلقتين على الابرة، هسحب الخيط من الاتنين تاني، ندخل كده نسحب الخيط كده، وبعدين نخش تحت اللي بعدها ونسحب الخيط هو من تحت الحلقة الاولانية، وبعدين ناخد خيط ونسحبه من تحت الحلقتين تاني عشان ما تصورتش كويس. هدخل هنا مسيبش طبعا مسيبش الغرزة دي، مسيبهاش خالص اللي هي دي، هسحب خيط ومن اللي بعدها كمان، هي دي بقى اللي بنشتغل فيها الغرزة الجاية. يعني انا دلوقتي انا اشتغلت تحت الحلقة دي، سحبت الخيط، وبعدين هدخل هنا الغرزة دي بقى هي اللي بخش فيها في المرة الجاية. بسحب الخيط هنا وبسحبه من الحلقة دي، وبعدين بسحب الخيط وبطلع. هي بقى الغرزة دي اللي بكلمكم عليها، هندخل تحتها ونسحب خيط وناخد كمان من اللي بعدها نسحبه من على نفس اللفة اللي على الإبرة، واسحب الخيط من على الحلقة دي تاني هنا، اسحب خيط من هنا وبعدين بسحبه كمان من هنا وبسحب واطلع من تحت الحلقتين. هنا بقى ما انساش حاجة مهمة،
المفروض ان الغرزة دي بتاعت اللي قبل دي، هروح انا بقى هدخل تحت نفس الغرزة وهشتغل غرزة حشو عادية. ما تنسوش الحركة دي لان دي هتظبط السطر اللي معاكي. هعدهم 1 2 3 4 5 6 7 8 9، وادي الغرزة رقم 10. لازم تعديهم كل سطر عشان تعرفي وتتأكدي ان انت ما نسيتيش غرزة. الغرزة الاخيرة دي هي اللي هتظبط السطر، وهي اللي ممكن تنسيها في اخر السطر. هرتفع سلسلة وهعمل نفس اللي عملته السطر اللي فات. هعمل ايه؟ هدخل تحت اول غرزة، طبعا سلسلة البداية ماليش دعوة بيها. هدخل تحت اول غرزة واسحب خيط واخش هنا كمان واسحب واسحبه من على الخيط واطلع من اللفتين. بندخل بقى الدور بيبقى على دي، هي اللي احنا ساحبين منها الخيط. هدخل واسحب خيط وبعدين اسحب من هنا واسحبه كده واسحبه من على التانية، وبدخل هنا برضو واسحب خيط وبعدين من اللي بعدها واسحبه واسحب خيط كمان كده. ركزي بس الاول عشان ما يحصلش عندك تناقص في عدد الغرز كده، وبعدين كده. شايفة؟ هيبقى ده شكل الغرزة. نكمل السطر عشان ضروري جدا ما تنسيش الغرزة الأخيرة. اسحب كده وكده وبسحب، بندخل هنا نسحب. اللهم صل على سيدنا محمد. بسحب كده وبسحب الخيط. خلاص كمان هكمل معاكي السطر عشان اوريكي الغرزة اللي انا بخاف ان انا انساها، وبركز جدا عشان ما تفوتش عليا. عليه الصلاة والسلام. هنا ادخل وادخل كمان وبسحب خيط من هنا وبدخل هنا. بندخل كمان هنا تحت نفس الغرزة دي ونسحب ونخش كمان هنا، نسحب من هنا ونسحب الخيط. هنا دول هعدهم هلاقيهم 9 غرز. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9. طب الغرزة رقم 10 بشتغلها تحت اخر غرزة اللي سحبت من عندها الخيط، بشتغل فيها غرزة حشو عادية كده. ظبطت السطر خلاص. هيبقى كده هنشتغل بنفس الطريقة. هنشتغل كام سطر؟ هشتغل 18 سطر. هشتغل 18 سطر بنفس الطريقة. بأكد عليكي تاني متنسيش الغرزة اللي في الاخر والغرزة اللي في الاول. هخلص ال 18 سطر واوريكم الشكل بتاعهم بقى عامل ازاي. اشتغلت 18 سطر زي ما قلت لكم، بقوا بالشكل ده. الغرزة شكلها حلو جدا وجديدة وشغلها حلو ومتين كده وماسك نفسه. انا دلوقتي مش عايزة اعمل اطار عشان مكبرش القطعة دي، وفي نفس الوقت عايزة اظبط الاطراف بتاعتها عشان يبقى شكلها حلو. فهشتغل ايه؟ هشتغل عليها. بصوا هي كده المفروض المقاس بتاعها عندي مظبوط، مش عايزة اكبرها اكتر من كده. فهشتغل غرز البرواز بتاعتي بغرز المنزلقة في الناحية دي ودي ودي. الاخيرة دي ما بشتغلش فيها خلاص، وهشتغل غرز منزلقة. هعمل ايه دلوقتي؟ هشتغل هنا في اخر غرزة هشتغل غرزة منزلقة. بدأت كده انا وهدخل في الحلقة دي البارزة هشتغل فيها منزلقة، وهدخل في الحلقة دي. انا عندي حلقتين هنا، بشتغل في الحلقة الخلفية اللي هي دي، نشتغل فيها غرزة منزلقة. هدخل في الحلقة البارزة دي وهشتغل فيها غرزة منزلقة، وهدخل في دي برضو الحلقة الخلفية بتاعت الحلقتين دول وهسحب وهعمل غرزة منزلقة. وبرضو الحلقة البارزة دي هشتغل فيها منزلقة. كده ببقى بظبط الطرف بتاعي وفي نفس الوقت مش بكبر حجم القطعة عشان الجيب ما يبقاش اكبر من حجم البورتفيه او الشنطة. بدخل هنا الحلقة الخلفية بتاعتي وبشتغل منزلقة، لان انا هخيط القطعة دي في المحفظة او في القطعة الكبيرة، هخيطها
بإبرة التنظيف. طبعا هشتغل كل شغل هيبقى على حلقات المنزلقة اللي انا عملتها، فما تنسيش وتتلخبطي. المفروض ان انا عاملة 18 سطر، المفروض لو عديت بقى من اول منزلقة عندي يبقوا 18 غرزة منزلقة. هشتغل وهوريك. ادي واحدة تحت الحلقة البارزة برضو ما تنسوش، وهي الحلقة دي ودي كمان. هكملهم، هكمل لغاية الناحية دي. طبعا هنا منزلقة برضو واحدة، مش بعمل تزايد فيها ولا حاجة. في الاركان دي ما بعملش فيها اي تزايد، بشتغل منزلقة بس عشان يبقى القطعة مظبوطة على القطع الكبيرة. هخلصهم وارجع اوريكم الشكل بتاع البرواز بتاع غرز المنزلقة. زي ما قلت عملت الناحية دي، عملت من تلات نواحي، وسبت الناحية اللي هي اللي كان فيها السطر الاخير ما اشتغلتش فيها غرزة منزلقة القطعة الصغيرة دي، وعملت غرز المنزلقة في الثلاث اركان بتاع القطعة الصغيرة. طبعا الناحية اللي فيها السطر الاخير ما اشتغلتش فيها زي ما قلت، اشتغلت في الثلاث اركان دول بس. وسبت حوالي متر من الخيط عشان هخيط بيه القطعة دي في القطعة الكبيرة. دلوقتي انا خلاص طلعت الخيط من اخر غرزة عشان بس اثبته، وهشوف هخيط ازاي. دلوقتي انا عندي القطعة دي انا طبعا سايبة فيها خيط برضو عشان اخيط بيه، عشان ما الحمش خيط في خيط عشان يبقى ثابت اكتر. اشوف العدلة بتاعة اخر سطر وهشتغل على الاساس ده. هتبقى هي دي العدلة بتاعة المحفظة او البورتفيه بتاعي. هشتغل على الناحية التانية، هسيب اخر سطر هشتغل الناحية التانية، او زي ما تحبي يعني اللي تعرفي تخيطي بيه اشتغلي بيه. دلوقتي هشتغل من اول هنا، هركب بس القطع على بعضيها وهشتغل كده. هساوي من هنا من بره يعني، وهشتغل في الغرزة اللي قبل الاخيرة، يعني الغرزة دي شايفين. هخش هنا بالخيط، شايفين، هدخل هنا 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 وهنا 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 وهنا. هي دي بالنسبة لي الغرزة الأخيرة، والناحية التانية كذلك برضو. هدخل هنا وهنا 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 وهنا. خلاص، لأن لو اشتغلت هنا هتبقى مش مظبوطة، لأنه العرض بتاعي الطول بتاع القطعة دي مقارب للعرض بتاع القطعة دي، فلو زميت وحاولت أكشكش دي هتبقى متزرزرة ومش هتظبط معاكي. فزي ما قلت هنساوي الصفوف ببعضها ونشتغل من اول الغرزة دي. خلاص هبدأ اخيط. طبعا هفرد دي الاول عشان اعرف اظبط القطع على بعضها. زي ما قلت لك بالظبط هنشتغل في الحلقة دي من غرز الحشو. عايزة تشتغلي بدي براحتك برضو، بس انا بقولك هشتغل ازاي. خلاص هشتغل اول، هدخل الخيط هنا تحت اول حلقة وهاخد دي معايا. شايفة هتبقى ازاي، وهدخل في دي. شوف بس الخيط عشان ما يتعقدش معايا، هظبط خيطي عشان ميبقاش فيه اي كلاكيع. خلاص كده دي هندخلها وهنشتغل هنا تاني. هدخل تاني من هنا كتثبيت للخيط، وبعدين هبدأ بقى اخيط بالتسلسل اللي قلت عليه. خلاص اهم حاجة تثبتي اول غرزة، وهنشتغل في دي زي ما قلت بالظبط، اللي هي الغرزة دي. شايفة دي هنا.
الغرز دي. الصف ده بصوا هيبقى كده، لو عملنا كده هيبقى كده، يبقى هنخش هنا اهو بالظبط كده. بصي كده قصاد دي. خلاص. وبعدين هخيطها برضو بنفس الطريقة. هدخل خلصت السطر ده، الصف ده او الناحية دي. زي ما قلت لك بخيط في غرزة المنزلقة في الناحية في اللفة الخلفية. لكن هنا اشتغلت زي ما انت شايفة كده، بطلع الخيط من تحت الابرة بالخيط وادخله تحت نفس الغرزة عشان تبقى كده. يعني بصي الاول هطلعها من هنا، بصي من هنا كده. خلاص. الابرة من هنا كده، هدخل تحت الغرزة اللي عليها الدور، هتبقى دي. وهدخل فين؟ تحت نفس الغرزة اللي طلعت منها الخيط. يعني بدخل واطلع منها هي نفس الغرزة، وبسحب الخيط بقفل بيه القطعة دي. اهم حاجة شد الخيط عشان ما يبقاش من جوه مرخي. بصي هدخل من هنا وهطلع من تحت الحلقة اللي عليها الدور. بصي الحلقة دي هي اللي عليها الدور، شايفة؟ وبخش تحت نفس الغرزة. وهنا كمان تحت نفس، هي الغرزة قصاد الغرزة، عشان كده الخياطة سهلة ما فيهاش اي مشاكل. اهم حاجة بس تفردي الخيط بتاعك عشان ما يحصلش اي كتل ويبقى الخيط في الاخر مش مظبوط. خلاص. اخلص الخياطة دي، والناحية التانية اللي هي دي، الناحية دي هنخيطها بنفس طريقة الناحية دي. يعني في الناحية في اللفة الخلفية بتاعة غرزة المنزلقة. خلصنا كده خياطة القطعة اللي من بره. زي ما انتم شايفين شكلها هتبقى واسعة مش صغيرة، عشان مقوصة شوية من غرزة المنزلقة اللي احنا اشتغلناها، خليتها مدية لي حجم كبير. دلوقتي بقى المفروض هشتغل اقفل القطعة الكبيرة اللي هو الجزء الاساسي من البورتفيه بتاعي. هعمل ايه؟ هلضم الخيط في ابرة التنظيف وهشتغل من اول الغرزة اللي من فوق. طبعا اول واحدة بشتغل تحت الحلقتين مش تحت حلقة واحدة كتثبيت يعني للشغل. زي ما انت شايفه ومش هنشد على الخيط جامد، لانه عشان انا مش عايزاه مشدود قوي يعني. شايفه هنخيط كده تحت الغرزة البارزة دي قصادها البارزة اللي من الناحية دي. شايفه؟ والغرزة دي اللي هي اللي داخله لجوه دي هنشتغل تحت الحلقتين نفس الشكل ده كده. وهنا الحلقة البارزة قصاد الحلقة البارزة اللي معاها، كل غرزة مقابل الغرزة اللي قصادها هناخد فيها خيط. هنا بقى تحت الحلقتين زي ما قلنا اهي، زي ما احنا شايفين. وهنا برضو الحلقة البارزة قصاد الحلقة البارزة التانية. حاجة ما تتلخبطيش عشان الشكل يبقى مظبوط. والحلقات البارزة والأمامية خلاص كده. هعتبر ان انا خلصت. دي اخر غرزة في السطر، هيبقى بالشكل ده.
خلاص كده هبقى خلصته زي ما انت شايفه كده. هخلص، هدخل بالخيط من هنا كده، وهطلع اخيط الناحيه دي برضو غرزه قصاد غرزه، الناحيه البارزه قصاد الناحيه البارزه، والحلقات اللي داخله لجوه قصاد اللي داخله لجوه برضو. هخلصهم وارجع اوريكم شكله النهائي. خلاص كده خلصتها خياطه، بقت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده من هنا ومن هنا. خلاص كده خلصت. هحاول ادخل الخيط تحت الغرز وانضف الشغل بتاعي، وبعدين ارجع اقولك هنعمل ايه بعد كده. المفروض ان انا دلوقتي عايزة اركب السوستة بتاعة البورتفيه، بس قبل كده لازم اعمل القلاب بتاع الجيب اللي بره اللي مش هتركب له سوستة. المفروض ان انا كنت هعمل القلاب من الخيط، بس لقيت انه القلاب الجلد اشيك بكتير، فهنعمله كده هنركبه هيقفل على الجيبين مع بعض. هنخيط الاول هنا، انا هخيط الغرزتين دول بس، هما الفتحتين دول بس، وهسيب دي هخيط الاتنين دول بس. في شكله هحط لوجو، هلزق وبعدين هخيط برضو. هحطه هنا وبعدين هثبت عليه بالإبرة والخيط، هخيطه وهرجع اوريكم. هخيط السوستة، اثبتها الاول كويس واقفل الطرف بتاعها باول الخيط. طبعا اي لون خيط يمشي، اهم حاجه ان انت تبقي مدخله وسط الغرز عشان ما يظهرش في البوك من بره. بس كده نثبت كويس ونحط السوستة ونبدأ نثبتها كويس كده. اهم حاجة نثبت الطرف كويس عشان تظبط معانا. هخلصها وهرجع اوريكم شكلها النهائي عامل ازاي. خلاص كده خيطت السوستة بقت بالشكل ده، شايفين كده شايفين كده، وده شكله النهائي. حاجة شيك جدا وجميل جدا جدا جدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.